معلش يعني اصبر عليا شويه يا معلم رمسيس. والله يا معلم غمره يعني. غمره ايه يا ابني؟ رمسيس. ليه ما غمره اقرب يا ابني لا، دي بعدها بمحطتين. السوق اصله نايم خالص يعني اليومين دول. ده مش نايم يا دوله، لا ده مغمن عليه والله يا معلم عدل. السوق نايم ومغمن عليه. لا بقول لك ايه، فحل بصل والدشه وتفوقوا. انا ليا الفلوس اللي بتاعت البضاعه وعاوزها يا استاذ عادل. هو بيغني يا دوله؟ ده زي اللي بيغني على الربابه كده. ليا فلوس بتاعت البضاعه وعايز اجيبها. احنا جايين نحايله عشان يصبر على الفلوس، هنقعد نتريق عليه؟ ما هو اللي هو اللي ايه؟ مالكش دعوه انت، سيبني انا بس. بيضحك كده. انت جاي معايا ليه؟ انا اسف. بص يا معلم، يعني ان شاء الله انا ما اقدرش ادفع لك الفلوس الشهر ده، اوعدك باذن الله بجد لو ما قدرتش ادفعهم الشهر ده هيبقوا الشهر الجاي ان شاء الله. لا عداك العيبه قوي كده يا دوله والله العظيم، يعني مع السلامه بقى وتعالى لنا الشهر اللي جاي. ايوه بس انت الشهر اللي جاي. قول يا رب. يا رب. وبعدين يا ده رمزي هنعمل ايه؟ مش عارف. وصلت لحاجه؟ لا لسه ما وصلتش يا دوله. انت وصلت؟ لا لسه ما وصلتش. طب لما توصل بقى ابقى اديني رنه. ده على اساس ان انا راكب الباص. عايزين نوصل لحل، يلا عايزين نعرف الحاجات دي هنبيعها ازاي. يعني انت بقى طالب ان انا افكر معاك؟ فكر معايا طبعا. يعني وثقت فيا اهو. مش مساله ثقه وانا قدامي غيرك. طيب اطلب لي بقى كوكتيل. عشان ايه؟ عشان اعرف افكر. يا سلام، وانت ما بتفكرش الا بالكوكتيل؟ انا طول عمري يا دوله لما باجي اقعد افكر كده لازم اشرب كوكتيل. استاذ عادل، استاذ عادل، حاج استاذ عادل، الكوكتيل بتاعي كوكتيل ضم بتاعي. ده عيني. متضايق عليك، احنا نستهبل. انت بتقول اطلب لي كوكتيل، الكوكتيل يدخل انا اللي طالبه من الصبح. وانت من امتى يا دوله بقى بتشرب كوكتيلات بقى؟ انت مالك؟ انا حر يا سيدي. بقول لك يا حياتي ايه؟ مش هدفع لك حساب. لا ازاي؟ ادفع حساب اوعى يا عم. خد يا استاذ عادل. يلا هيدوا بقى الحساب. يلا اخلص. شفت اهو ضحك عليك اهو. يلا امشي. دوله هات بقى، دوله بقى عايز اشرب بس. عشان افكر معاك بقى. لو فكرت هديلك. ماشي. دول انا فكرت. انا فكرت ان انا اقول لك ان انا فكرت علشان تديني شفطه، لكن انا ما فكرتش. عارف اديتهولك ليه؟ ليه يا دول؟ وحش قوي. يا مامي افرد بوزك يا عادل بليز. حبيبتي انا عايز افرده بس هو مش راضي يفرد اكتر من كده صراحه طب ما يعني. انا قلت لك 100,000 مره بليز ما تدخلش مشاكل الشغل في حياتك الزوجيه. اعمل ايه اذا كانت مش راضيه تنفصل؟ بتيجي معايا على هنا يعني اعمل ايه؟ ما انا قلت لك حبيبي ان لم ياتي اليك الزبون فاذهب اليه بنفسك. اذهب ايه بس وانا قادر امشي يا رانيا؟ خلاص خلي رمزي هو اللي يمشي. رمزي لو ذهب مش هيعود. ابدا بالخطوه الاولى. اللي هي ايه بقى الخطوه الاولى؟ فلتكسب ثقه الزبون. حلو. ما انا نفسي اكسب ثقته. ازاي يعني؟ يعني مثلا غير الرولز بتاعتك. يعني مثلا بلاش لما يجي يشتري منك حاجه تقول له ان البضاعه التي تباع لا ترد ولا تستبدل. ما اقولوش كده. اقول له ايه يعني؟ قول له ان البضاعه التي تباع ممكن ان ترد وممكن ان تستبدل. تفتكري كده هتفرق مع الزبون وهيخش لي يعني البازار؟ تفرق كتير يا بيبي، بس انت جرب. ابتدي الخطوه الاولى. ايه هي بقى الخطوه الاولى؟ ان اجذب الزبون يعني؟ اجيبه من هدومه ادخله في البازار بالعافيه يعني؟ هنعيده من الاول تاني يا عادل؟ ماشي. شغل نفسك يا بيبي عشان ما حدش هيشغلك. ولا رمزي نعم يا دوله. دلوقتي رأيي في ايه؟ انت بتهزر؟ يا دوله بهزر جاي بقى. تقول لي يبخ؟ انا هزر؟ انا اساسا بندور على شغلنا، جاي تهزر؟ ماشي يا دوله انا اسف. يلا دلوقتي الفوج على وصول. فوق ولا تحت؟ ما بحبش الهزار. احنا عايزين نفرفش بقى يا دوله ما بقى. بحبش القلش ده. فوج يبقى فوج ولا تحت؟ ليه؟ ليه؟ المهم عارف انت هتعمل ايه كويس؟ هو ايه اللي جاي؟ الفوج زمانه جاي؟ زمانه جاي. جاي ولا رايح؟ العصايه بتاعت الحاجات البايخه. خلاص يا دوله خلاص. معلش. عارف هتعمل ايه كويس ولا مش عارف؟ عيب عليك يا دوله، عيب. ده انا رمزي ابو الرماميس، يعني في الهزار هزار وفي الجد جد. ماشي يا عم بتاع الجد. هتعمل ايه بقى يا رمزي؟ مش عارف. امال بتقول لي عارف ليه؟ معلش يا دوله، سلة لسان. مالها؟ سلة لسان يا دوله. انا اللي هرميك في سله الزباله لو ما فهمتش يالا. حاضر يا دوله. هو بصراحه بقى انا يعني فاهم نص. ماشي. قول لي ايه النص اللي انت فاهمه وانا افهمك النص التاني اللي انت مش فاهمه. انا فاهم يا دوله النص اللي في النص.
يعني هما نصين، نص يمين ونص شمال. انت فاهم النص اللي في انا النص؟ بقى فاهم ده هو بقى، اللي هو ما بين النص ده وما بين النص اللي في النص. فاهمه بقى ميه شوربه كده. قوم يلا من هنا يلا، قوم اسبقنا على القهوه، ما دام وصلنا لميه الشوربه اسبقنا على القهوه. ماشي يلا طب يلا. ما تيجي معايا يا دوله؟ مش هاجي معاك، انا هقعد استنى الفوج وبعدين هاجي. فوق ولا تحت؟ خلاص انا اسف. اجري على القهوه اجري. اجري على القهوه؟ آه. ما ينفعش اجري على الشاي. حته الفوق جه. لا اللي تحت هم اللي جم، اللي فوق لسه. انا مبسوط قوي يا رمزي، قوي قوي قوي. يا ما تعرفش هم ليه هيزوروا القهوه هنا؟ طبعا عارف يا عم، قهوتنا خدت المركز الاول وسط كل القهاوي. ده في الكاس ده ولا الدوري؟ لا ماتش ودي، بس هم عملوا احصائيات لقونا احقر قهوه في الجمهوريه. الحمد لله يا رب، اخيرا حققنا مركز. والله تستاهلها يلا حته تستاهلها. الله يخليك يا رمزي الفوج جه، يلا الفوج جه. خد ابقى وسع عليهم، خد وسع عليهم، خد ده حته رحب بيهم رحب بيهم. هم ويلكم ست ويلكم حضراتكم كفوق سياحي فوق دماغي. ماي نيم از هيتا سلايس لايك جاتو. مش فاهميني ليه؟ وزع بقى وزع. حاضر يا دول اتفضل. ويلكم. وبكده يا بيبي تبقى انت ابتديت اول خطوه بنجاح سحق. يا سلام يا رانيا، انت عارفه انا ماشي وراكي زي ما المثل بيقول بالظبط، زي الاطرش في الزفه. لا نو انت ماشي ورا المثل اللي بيقولك وراء كل عادل ناجح رانيا عزيمه. يا سلام يا رانيا يا عظيمه. اما نشوف. وبكده كده اصلا انت ما خسرتش حاجه غير بضع جنيهات اللي انت صرفتها على ورق الدعايه. اسيبك من ورق الدعايه اللي مكتوب فيه اهم يا ماما من الفلوس بتاعته. ده انا حطيت عصاري جهدي واشعاري في الورق ده. حبيبي يا عادل انت اصلا ما كنتش محتاج كل الفزلكه الشعريه اللي انت كتبتها في الورق ده. ازاي بقى يا حبيبتي؟ ده ما فضلش ولا نسخه في السوق، قصدي يعني ما فضلش ولا اعلان في السوق. بصي ده بفضل افكاري المنيره المستنيره في كيفيه جذب الزبون. ماشي يا مستنيره. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ مكتب يا بيبي، تجيب مكتب عشان تستقبل فيه السايح الجديد بترحاب فظيع وابتسامه عريضه تملا الكون. انا حطيت هنا دول طيب. رقم اهو. برافو ايوه دول بس. لا ويلكم. انا عارف اتكلم عربي. ايه ده بيتكلم عربي ما شاء الله، وانا كمان بتكلم عربي. لا يا راجل سبحان الله. انا قريت الاوفر بتاعكم. الاوفر بتاعنا. طيب هو اوفر فعلا. هتختار انه اوفر فيهم بقى؟ نمبر 3. نمبر 3. هات اللي هو العرض رقم 4. حاضر يا دول. 3 حبيبي 3. 4. دول على فكره العرض ده خلص يا دول. ايه ده؟ العرض خلص؟ يا دول. طب اعمل ايه؟ ما دام مفيش عرض هعمل ايه يعني؟ لا ما هو في بقى العرض عرضين يا دول. شو ابوس ايدك مش وقت. طلع بيفهم في لا احنا هنهزر معاه، احنا عايزين نبيع له. طيب حضرتك في اوفر تاني. في اوفر تاني ايه يا مفيش عرض نمبر 3، في عرض نمبر ايه؟ في ايه تاني؟ اوفر تاني ايه؟ في اللي هو ابو 3 ب 10 ده دول. في 3 ب10. اوكي 3 ب10. وخد بياناته بقى كلها عشان ايه؟ خدمه ما بعد البيع. يعني احنا بنعمل خدمه ما بعد البيع. التمثال باظ ولا حصل له حاجه بترجعه ونديك واحد تاني. يلا خد بياناته. حاضر يا دول. اكسكيوز مي، جاي لي تليفون بس. الو يا يس نو واي نو اوكي باي باي. ايه ده دول؟ انت كنت بتكلم واحد اخرس ولا ايه؟ ده زبون كان اشترى تمثال قبل كده، بس اكتشف ان عنده رجل اطول من التانية. رجل اطول من التانية؟ لا حول الله يا ربي. طب وليه دول ما طعموش التمثال ده وهو صغير؟ مش وقت قلش. انا بتكلم بجد على فكرة. وعنتر المسغود مش بياكل معانا ليه؟ اصل عقبالك كده يا اختي معزوم عند ابوه النهارده على فول وبتنجان. عقبال ما يقعد عند ابوه العمر كله هو وامه ان شاء الله. ايش الهنا اللي احنا فيه ده كله بسبب رانيا. ما احنا نبنى بالحب جانب. ده بس الصراحه يعني رانيا النصيحه اللي قالتها لا دي كانت نصيحه قويه جدا يا جماعه. ميرسي يا رانيا، اول مره في حياتي. مش هتبقى اخر مره يا حبيبي ان شاء الله. تيجي مع العمي طبات. طباتك انت. لا يا حبيبتي طالعه من تحت طباتي انا. رانيا طالعه لمامهتها خالص. طبعا
طبعا يا حماتي طالعه لمامتها قمر. ايه الشعر الحلو يا ده؟ حبيبي يا حبيبي قمرايه قمرايه. طبعا طالعه لمامتها، بس انت بقى مش طالعه لمامتك. لا يا حبيبتي، طالع لمامته. مامته حلوه وجميله وملظظه. بقى 40 يا حبيبتي انت. بس بجد بجد يا ماما دي فكره عبقريه. فكرة عبقرية ايه يا بنتي؟ دي هي جايباها من الكتاب. ايه ده انت جايباها من كتاب فعلا؟ طب وايه المشكله؟ ما تجيبها من الكتاب. المهم يا حبيبي تعرف تقرا التفاصيل وما بين السطور والحروف والارقام. طب ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ قولي لي عليها. لا اقراها انت. لا اقريها انت وقولي لي بس. بص بقى يا سيدي، الخطوه الثالثه الا وهي فرفشه الزبون. ايه فرفشه الزبون دي؟ اعمل ايه يعني؟ يعني انزل عليه بالمفاجآت، هات له رقاصة للغزية. لا، قدم له ما ليس عند الاخرين. ايه اللي ما ليس عند الاخر؟ انا مفيش حاجه مش موجوده عند الاخرين غير رمزي. اقدم له رمزي؟ خلاص قدم لهم رمزي بفقره استعراضيه.